السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. آخر تصريحات لوزير التربية والتعليم هنسمعها دلوقتي بصوت وزير التربية والتعليم، بس قبل كده أحب أدعو حضرتك دوس سبسكرايب واشتراك وتفعل زر الجرس عشان يوصلك كل جديد. كمان ما تنساش تضغط زر لايك لو أنت مشترك عشان تدعمنا وتدعم الفيديو والأخبار اللي احنا بننزلها أول بأول والمستمرة والدورية. وزير التربية والتعليم اتكلم في مداخلة هاتفية عن الثانوية العامة بالتفصيل في على قناة CBC إكسترا. هنعرض لكم دلوقتي المداخلة وهنعرض لكم الوزير قال إيه بالحرف. يلا بينا نبدأ المداخلة الهاتفية. آخر الاستعدادات بشأن امتحانات الثانوية العامة. لا، الثانوية العامة الحقيقة يعني إن شاء الله تبقى في موعدها، وهنعلن ده يوم الأحد، مش الجمعة. لكن دولة رئيس الوزراء قال يوم 15، يوم 15 يوم جمعة اللي هو بكرة. فاحنا هيبقى فيه يعني مؤتمر صحفي في مجلس الوزراء بحضور دولة الرئيس ووزيرة الصحة ووزير الإعلام وأنا والتعليم العالي إن شاء الله. هنعلن فيه حاجات كتير، حاجات عن كورونا أو الاستعدادات يعني، وحاجات عن الامتحانات العامة كلها. نعم. فده إن شاء الله يوم الأحد 17. نعم. طيب، استعدادات حضراتكم أيضا مع الوزير بشأن أنه وزارة الصحة النهاردة أعلنت عن 3 مراحل للتعايش مع فيروس كورونا خلال الفترة القادمة، وفي المرحلتين الأولتين يعني تم الإشارة إلى أنه المدارس مش هتشتغل. لو الموضوع امتد ووصل معانا للعام الدراسي القادم، إيه الإجراءات اللي هتتم، وخصوصا أنه مثلا في بعض الطلبة اللي لو ما سلموش أبحاثهم هيبقى عندهم امتحان الدور الثاني؟ لا، هو الوثيقة دي الحقيقة طلعت بدري شوية. هي لسه مش في صورتها النهائية. نعم. دي بتبقى توصيات مش القرار النهائي يعني. لسه هتبحث في اللجنة في الأسابيع القادمة يعني. نعم. دي نعتبرها دوكيمنت مبدئيا. إنما أنا بس عاوز أقول لك النهاردة كان في اجتماع بين دول العالم الإسلامي كله، كان حوالي 52 دولة، وزراء التربية والتعليم 52 دولة بيشوفوا كل دولة عملت ايه وايه المستقبل. فدول كتيرة جدا 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 في المنطقة العربية هتعمل امتحانات الثانوية العامة عندها، زي الأردن وفلسطين وكذا دولة هيعقدوه في ميعاده زينا. واحنا الدولة الوحيدة على فكرة اللي ما فيش طالب مصري ما أكملش العام الدراسي نظاميا، سواء من حيث المحتوى أو التقييم. من يعني 52 دولة يا فندم؟ يعني كلهم قالوا عملوا ايه. مفيش دولة اكملت العام كما اكملناه في مصر من اول اولى ابتدائي لحد تانية ثانوي. وان شاء الله لو قدرنا ننظم الثانوية العامة بما يبقى مريح للاهالي ومطمئن بشكل كافي، وان شاء الله هيسمعوا اخبار تسرهم وهيجدوا مساحة يختاروا يعني ما يناسبهم. فعايزهم يطمئنوا تماما. بس في الاخر احنا مهتمين جدا ان نحافظ على العام الدراسي، لان كل ده لو تأجل المستقبل نفسه زي ما حضرتك شايف مش مضمون، فهنقع في مشاكل اكبر. فبنحاول ما نخليش طفل واحد او طالب واحد في اي عمر يعني يفقد السنة الدراسية بإذن الله.